السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير وصحة يا رب العالمين. هنعمل بقى النهاردة طاجن ورق عنب باللحمة في الفرن ولا اروع. طعمه لذيذ جدا، مستوي مظبوط والرز مفلفل، وكمان اللحمة جوسي كده ودايبة وطرية، حاجة كده فوق الخيال، طعمها لذيذ جدا. قبل ما نبدأ، انا سوزان. صلوا على رسولنا الكريم، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناة، ويلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل الجمال ده كله ازاي. اول حاجه هنجهز اللحمه. عندي في طاسه على النار هنزل بمعلقتين كبار من السمنه او الزبده المتاح عندك. بعد كده هنزل بقطعتين من الدهن، ده الدهن اللي بيجي مع اللحمه، مش دهن ليا، لاني انا مش بحب دهن ليا خالص. في ناس ممكن تفضله بس انا مش بحبه خالص. بعد ما تسخن الماده الدهنيه كويس، هنزل بعد كده بقى باللحمه. هشوح اللحمه، وبعد ما تغير لونها هبدأ أقلبها على الجهة التانية. شايفين ما شاء الله تشويح اللحمة أو الطيور أو أي نوع من أنواع اللحوم ما شاء الله بيدي طعم جميل جدا جدا. ولو حابة تعملي شوربة كمان بتبقى الشوربة طعمها مميز جدا. بعد كده بقى ما تشوحت اللحمة هبدأ أشيلها كده في طبق على جنب، وهنزل بعد كده ببصلاية كبيرة مقطعة خشن بالشكل ده. هشوح البصلاية، وبعد ما تتشوح البصلاية هنزل بعد كده تاني باللحمة. بعد كده بقى هنزل برشة من الفلفل الأسود، كوباية من المية، وهيل مطحون، رشة من جوز الطيب، وورق لورا، وآخر حاجة هنزل بيها نص معلقة صغيرة من السكر. وبعد كده هسيب اللحمة تستوي على نار متوسطة، وناخد بالنا انها تاخد 3/4 سوا بس، لانها هتكمل سواها في الفرن تاني. هنسلق بعد كده ورق العنب. عندي في حلة على النار فيها مية، هنزل بعصرة ليمونة، وبعد ما تغلي المية هنزل بورق العنب، وبعد ما يغير اللون بتاعه هقلبه طبعا الناحية التانية عشان يستوي كله. وبعد ما استوى طبعا هاخده وهحطه في مية تحت الحنفية كده، وبعد ما يبرد هشيله واصفيه. هنجهز بعد كده خلطة المحشي. عندي في حلة على نار هنزل بسمنة وزيت، أو لو متاح عندك زبدة فحطي المتاح عندك. بعد كده هنزل ب3 بصلات كبار، وهبدأ أشوح في البصل، مش عايزاه ياخد لون، يعني يتشوح فقط لغير. بعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم، وهشوح في الثوم والبصل لحد ما الثوم تبدأ الريحة بتاعته تطلع. بعد كده بقى هنزل بمعلقة كبيرة من الكزبرة. مش قادرة أقول لكم الخطوة دي بتفرق جدا في طعم المحشي. هشوح الكزبرة سريعا كده مع البصل والثوم، الريحة جميلة جدا. وبعد كده بقى هنزل بعصير الطماطم. لو حابة كمان تضيفي معلقتين كبار أو 3 من الصلصة فضيفي، بس أنا بصراحة مش بحب الصلصة كتير. بعد كده هنزل بكمون، معلقة صغيرة من السكر عشان حموضة الطماطم، وهنزل بعد كده بملح وشطة لو حابة الخلطة تكون سبايسي، وهسيب الطماطم عشان تتسبك. هننزل بعد كده بالرز. طبعا الرز لسه غاسلينه دلوقتي ومصفينه، رز المحشي بيتغسل في وقتها. بعد كده بقى هننزل بكزبرة وشبت وبقدونس، وهننزل كده بجزء من الطماطم الأول، وهنبدأ نقلب كده كله مع بعضه، وهنزل بباقي كمية الطماطم المتسبكة وهقلب. وهنزل بعد كده بمعلقتين زيت كبار عشان يخلوا الرز بتاعي كده مفلفل، وهسيب الخلطة بتاعتي عشان تبرد، عشان بعد كده أبدأ أحشي المحشي بتاعي بسهولة. بعد كده هجيب ورق العنب عشان أبدأ أحشيه. طبعا ورق العنب بيتحشي على الجهة الخشنة، الورقة الناعمة أو الجزء الناعم سوري بيبقى بره. هنبدأ بقى نحط جزء كده من الرز، ونقفل الورقة من الجنبين، ونبدأ نلف الورقة بالشكل ده. نقفل وبعدين نقفل من الجنبين ونبدأ بقى نلف. طبعا ناخد بالنا ما نكترش كتير في الرز عشان بيزيد حجمه، وهخلص باقي الكمية. بعد ما حشيت الكمية كلها هجيب عندي صينية أو طاجن فخار، أي طاجن متاح عندك. بعد كده هنزل بقى باللحمة وبالصوص كمان اللي معاها. الصوص ده طعمه لذيذ جدا،
هيخلي طعم المحشي جميل قوي. هنبدأ بقى نرص في المحشي، وبعد ما هنرصه هننزل بالشوربة. نحرك بعد كده الطاجن او الصينيه بتاعتي عشان الميه او الشوربه توصل لكل المحشي، وبعد كده هحط طبق عشان الصوابع تبقى متماسكه كده، وهغطي الصينيه بورق ألمونيوم وهاخدها على الفرن عشان نسوي المحشي. طلعنا بقى الطاجن من الفرن، الريحه يعني تفتح النفس لوحدها ما شاء الله. هنبدأ بقى نقلب الطاجن، بس كان سخن جدا فاستعنا بمساعده. هنقلبه بقى. الطاجن برضو سخن جدا، بس هنشيله ان شاء الله يعني، وهتعدي على خير بأمر الله. ريحة المحشي مع اللحمة مش قادرة اوصف لكم ما شاء الله. يعني تسوية الفرن بتدي كده نكهة خاصة وطعم خاص يعني لأي حاجة تتسوى فيه ما شاء الله. شايفين كمان الصابع بتاع المحشي متماسك ازاي، وكمان مستوي ومش مهري. الرز بتاعنا كمان مفلفل، حاجة كده تحفة. وكمان اللحمة ما شاء الله دايبة دوب. جربوا بقى طاجن ورق العنب باللحمة بالطريقة دي وإن شاء الله هيعجبكم. أنا سوزان محمد، للي لسه أول مرة يشوفني ما تنسوش بقى تشتركوا في قناتي على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان كل ما نعمل وصفة جديدة إن شاء الله توصل لكم، وتشجعوني كده وتدعموني، ولايك وشير، والسلام عليكم.